تعالوا النهارده نتكلم عن جرح الأب. جرح الأب من الجروح العميقة النفسية اللي بتفضل جوانا وبتسيب فراغ كبير جدا، وتلاقي عندك في حياتك فراغ كبير، تلاقي فيه ألم، تلاقيك بتجري ورا نجاحات بطريقة صعبة جدا عشان خاطر تثبت نفسك، تلاقي علاقاتك دايما بايظة مع أقرب الناس ليك حتى لو شريك حياتك. للأسف كل المشاكل اللي بتحصل لنا في حياتنا سواء في علاقاتنا أو في حياتنا الشخصية أو الاجتماعية بسبب جرح الأب. من الجروح الصعبة جدا 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 جوانا، ممكن نكون ماشيين بيها طول الوقت واحنا مش عارفين ان احنا عندنا جرح الأب جوانا. تعالوا النهارده نتعرف على اهم العلامات اللي بتقول ان انا عايش بجروح من الطفولة وازاي ان انا اتشافى منها. كملوا معايا. اول حاجة هو جرح الأب جرح نفسي عميق بيكون موجود داخلنا. جوه كل واحد فينا طفل داخلي، طفل جواه احتياجات ما تلبتش، فيبدأ يصرخ ويتألم ويتوجع ويبدأ يدور على احتياجاته في العالم الخارجي. مع ناس بقى عنده احتياج للحب، أول ما اسمع كلمتين تبدأ تلاقيه مسك في الشخصية دي وبدأ يبقى عنده تعلق، عنده احتياج للأمان، عنده احتياج للقبول. فطول الوقت احنا عمالين ندور على احتياجات داخلية عندنا واحنا مش فاهمين ان الاحتياج ده انا ممكن البيه لنفسي بدل ما يحصل تعلق. لما افهم الاحتياج ده نتيجة ايه وابدا ان انا اتحرر واتشافى من الجروح الداخلية، هبدا ان انا البي كل احتياجاتي، حتى لو مش بنسبة 100%، مش هيكون 100%، بس على الاقل هبدا ان انا اتشافى واتعافى من العلاقات المؤذية اللي طول الوقت انماطها بتتكرر معانا. اهم علامات جرح الأب، اول حاجة الشخص اللي عنده جروح الأب هتلاقيه طول الوقت ما عندوش ثقة بنفسه نهائي، طول الوقت عنده نقص جواه، حاسس ان هو غير كافي في حاجة مش عارف يعملها ازاي. فدي رقم واحد. رقم اتنين هو ما عندوش ثقة في الناس اللي حواليه، فاقد الثقة طول الوقت وبيشك في الناس اللي حواليه. رقم 3 في العلاقات، اصعب حاجة بقى تلاقيها في العلاقات، هتلاقيه يا اما بيجذب ليه في شريك حياته او الناس اللي حواليه نفس النمط اللي خرج عليه من الطفوله. يعني الاب لو كان قاسي هاخد نفس القسوه في النمط المتكرر، لو الاب كان فيه اهانه، كان فيه عنف، كان فيه كل حاجه انا رفضتها واخدتها من الطفوله بتفضل معايا في اللاواعي وتبدا تجذب ليا نفس النمط في كل علاقه بدخلها. فهنا بقول ان في جرح من الطفوله وهو جرح الاب. الاب يا جماعه يعني دعم، يعني احتواء، يعني امان، يعني تقدير، يعني كل حاجه. الاب ممكن يكون موجود بالجسد لكن في برود في العاطفه. الاب ممكن يكون موجود بالجسد فعلا وبيدي الامور الماديه والجانب المادي حلو جدا، لكن كقلب ومشاعر واحتواء وكلمه حلوه وان اسمع ابني واحس بيه واحتويه واكون داعم ليه مش موجود. انت كأنك مش موجود بالفعل. فمعنى جرح الأب مش معناها ان الأب مش موجود او غياب الأب جسديا، ممكن يكون موجود جسديا ولكن عاطفيا غير موجود. هتلاقي الشخص اللي عنده جرح الأب طول الوقت بيدور على القبول في الناس اللي حواليه، بيسعى انه يرضيهم طول الوقت، عايز يكون متشاف، عايز يكون محبوب. هتلاقيه كمان بيدمن كل بقى الحاجات الإدمانية دي، هتلاقيها بسبب جروح، لأن الإدمان هروب من الألم. ممكن أكون عندي إدمان أفلام إباحية، عندي إدمان مخدرات، عندي إدمان سلوك مش حلو أو عادة سيئة. الإدمانات حطها كده قاعدة إن أنت بتهرب من ألم جواك وفي صرخة جواك، أنت مش عايز تسمع الصوت الداخلي اللي جواك والطفل اللي عمال يتألم جوه. جروح الطفولة يا جماعة نزيف داخلي بنمشي بيه طول الوقت. محتاج ان انا اقف مع نفسي وابدا اشوف واسمع الطفل اللي جوه ده كان محتاج ايه وما تلبش ايه. هتلاقي دايما اللي عنده جرح الاب بيكره السلطه، بيكره الصوت العالي، عنده مشكله من الجزء ده، عانى منه طول الوقت من الطفوله. عنده ادمان للنجاح، النجاح اللي هو بالزياده قوي، اللي انا عايز اظهر نفسي طول الوقت، عايز اظهر نفسي للناس ان انا موجود وان انا متشاف وان انا اهو انا ناجح، لان انا عندي جرح من الطفوله. اسمع صوتك الداخلي، اسمع لطفلك الداخلي. طيب اسمعه ازاي وادخل في رحله التشافي ازاي؟ تعال اقول. اول حاجه انا محتاج اقعد مع نفسي قوي واسمع جوايا قوي في هدوء. ابدا كده اقعد في مكان هادي وابدا اسمع صوتك الداخلي. ابدا خد شهيق، زفير، اهدى خالص
وابدأ ارجع للصورة بتاعتك وانت طفل. هتبدأ تسترجع كده الطفل الداخلي اللي جواك، وهتبدأ تشوفه قدامك. هتشوفه بصورة معينة، هتشوفه مستخبي من حاجة، خايف من حاجة، بيصرخ من حاجة. هتتذكر حاجات انت كنت ناسي الحاجات دي خالص، انت مش ناسيها. هو عقلك اللاواعي بيعمل لك طول الوقت حماية، فمش عايزك تتذكر الجروح دي. فابدأ شوف الصورة قدامك وانت هادي. حسيت ان انت عايز تبكي، ابكي، اصرخ، اعمل اللي انت عايزه، فرغ اللي جواك. لان انا جوايا غضب داخلي، وانا بفرغ اللي جوايا بدأت اشوف الطفل واشوف احتياجاته. بعد ما بتقعد مع نفسك كده تبدأ تهدى، هتبدأ تكتب رسالة للأب. اكتب كل الجروح اللي انت مريت بيها، كل الألم والوجع اللي انت حسيت بيه، كل كلمة وجعتك وجرحتك، كل قسوة حسيتها من باباك. انت بتكتب رسالة لباباك. اكتب كل الكلام اللي جواك وطالع بجد. الغضب اللي جواك فرغه على الورقة. بعد ما بكتب كل شيء، انا هنا مش بشغل عقلي ايه اللي ينفع اقوله او ايه اللي ما ينفعش، شغل العاطفة عندي وابدأ كب في الورقة كل اللي جواك. انا الرسالة دي مش هديها لحد، الرسالة دي انا بفرغ العاطفة اللي جوايا والغضب اللي جوايا على الورقة. احتياج، كنت محتاج دعم في الموقف الفلاني، كنت محتاج حضن، كنت محتاج حد يسمعني، كنت محتاج حد يطبطب عليا. اكتب كل اللي انت كنت حاسه والقلم بتاعك في الورقة. بعد كده انا كده فرغت، تمام. ابدأ خد شهيق، وابدأ بقى وانت متخيل الطفل اللي جواك، ابدأ احضنه، طبطب عليه، احتويه، قول له انا سامعك، انا شايفك، انا جنبك، مش هسيبك. كل كلمة كنت محتاج تسمعها من الناس اللي حواليك ومن باباك رقم 1، ابدأ قولها لنفسك. ابدأ لبي احتياجات ذاتك الداخلية، لان ده هيفرق معاك جدا 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 جدا. طب والجواب والرسالة اللي انا كتبتها، احرقها، اقطعها حتت صغيرة خالص، المهم تخلص منها. وكل يوم ابدأ قول لنفسك كلام حلو. ابدأ ادي لنفسك الاحتياجات اللي انت كنت محتاجها. محتاج اسمع احتواء، كلمة حلوة، محتاج حد يطبطب عليا. اعمل ده مع نفسك، خليك انت الداعم الرئيسي لذاتك. ليه بقى؟ انا لما بدخل رحلة تشافي مع نفسي، الرحلة لانها فيها استمرارية، مش من يوم وليلة، انا باخد رحلة. ببدأ ان انا ادخل رحلة التشافي، بحس ان انا جوايا في حاجة اتملت، الفراغ اللي كان جوه ده والصوت كده اللي جوه الصرخه دي هتلاقيها هديت معاك جدا. لما تهدى معايا وادخل في رحله التشافي صح، هبدا ان انا بعد كده علاقاتي تتظبط، العالم الخارجي بتاعي يتظبط. يعني انا لو مع زوجي ونمط متكرر من بابايا وانا في الطفوله، زوجي هيتغير تماما. العالم الخارجي انعكاس للداخل عندي. فكل حاجه بتحصل بره جايه تقول لي رساله لجوه. رحله التشافي رحله محتاجه مني انا المسؤول عن تغيير حياتي وكتابه قصتي من اول وجديد. ممكن تحتاج لمختص، اكيد طبعا ممكن تحتاج لمختص يساعدك في رحله التشافي. من اهم الرحلات اللي فعلا بتغير مجرى حياتك تماما. لو حابب تبدا في رحله التشافي، هسيب لكم رقم الواتس لاي استفسار. بنعمل جلسات فيها تمارين عمليه فعلا بتفرق معانا جدا. بندخل جوه الطفل الداخلي بتاعنا ونبدا نشوف احتياجاته وجروحه، ونبدا نلملم جروح الطفوله ونبدا نتشافى ونتعافى منها. اول ما تبدا الرحله دي اعرف ان انت بدات تكتب قصه حياتك من اول وجديد. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا 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 ليكم. كان معاكم دينا خلاف. السلام عليكم.